السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا الجو حرر بقى والشمس سخنت وعايزين نعمل بقى حاجة ايه. عايزين نعمل عصير، حاجة كده تطري على قلوبنا. ايه رأيكم نعمل حبايتين الكنتالوب دول بطريقة فخمة كده وجميلة وجميلة وغير مكلفة؟ شغل فنادق يعني زي ما بيقولوا. ايه رأيكم؟ نعملوا حاجة جميلة وغير مكلفة وفي البيت وسهلة ومش غالية. يلا بينا. هنجيب الكنتالوب كده حبتين 3 كنتالوب، ونشيل اللب اللي جوه دوت اللي في قلبها، ونقطع شرايح كده بسيطة، ونبتدي نخلي الشرايح دي زي ما انتوا شايفين معايا. وطبعا قبل كل ده بنكون غاسلين الكنتالوب كويس قوي ومنشفينه بفوطه نظيفه كده كويسه، عشان الحبيبات اللي في القشره من بره دي بتلم بقى اي حاجه في تراب فيها ميكروبات فيها حاجه. تمام، فلازم نغسلها كويس قوي وننضفها وننشفها كده كويس كمان عشان ما يطلعش في ايدينا. ونكمل بقى تخلية، نخلي القشرة كده، نشيل القشرة من عليها زي ما احنا شايفين مع بعض. وبنفتح التانية وبطريقة اشيك بقى عشان ننضف بسرعة بأي معلقة عندك في البيت او معلقات الايس كريم. وبنشيل القلب ده من جوه، بيطلع معانا بسهولة طبعا افضل من السكينة. زي ما شفنا في الحبة الاولى، السكينة طبعا خدت وقت وسابت لب، لكن دي بسم الله ما شاء الله طلعتها كلها مرة واحدة. وبنشيل القشرة. ولو احنا هنشرب العصير ده دلوقتي على طول بعد ما نخلص، من الافضل طبعا ان احنا نكون مسقعين الكنتالوب في التلاجة يكون فترة طويلة. نسقعه لفترة اطول من ساعتين، مثلا 3 ساعات. ولو يكون بايت في التلاجة من امبارح يكون افضل. كده خلاص خلصنا كل القشر طبعا، خلينا كله. هنجيب بقى اخر حبة اللي هي تالت حبة دي وهنعملها مع بعض. شايفين بقى المعلقة بتعملها بطريقة بسم الله ما شاء الله، شغل فنادق يعني، شغل محترفين. بسم الله ما شاء الله. نقطع شرايح بسيطة كده. واللي وصل معايا لحد هنا يا جماعة ما ينسانيش بلايك وشير وسبسكرايب يوصلكم مني كل جديد. زي ما احنا شايفين مع بعض بنكمل طبعا. بنشيل القشرة. طيب، عايزين نتكلم عن الكنتالوب بيتعمل بكام طريقة. مثلا بيتعمل بأكتر من طريقة. ممكن تعمليه في زبادي، ممكن تعمليه زبادي ولبن، ممكن تعمليه لبن بس، ممكن تعمليه زبادي ولبن رايب، ممكن تعمليه لبن رايب بس، ممكن يتعمل بالمية. تمام، بأكتر من طريقة بيتعمل. وممكن تعمليه مكعبات وتحطيه في التلاجة مثلا عليه سكر وتسقعيه كده وتلجي تجمديه. وممكن على رف التلاجة وياكلوه بالشوكة كده بيبقى طعمه جميل. طبعا يا جماعة فوائد الكنتالوب مش عايزة اقول لحضراتكم فوائد لا تحصى ولا تعد، ومفيد جدا للأطفال. تمام، غير طبعا ان هو في الصيف بيرطب على القلب بقى وحاجة جميلة كده لا غنى عنه في الصيف. ويا سلام بقى مع الفروت سلطات، بيشد انتباه الاطفال طبعا عشان هو يعني اكتر لون بيشد انتباه الاطفال اللون الاخضر. وبيفتح نفسهم على الاكل، وبالف الف هنا على قلوبهم يا رب، على قلوب كل اولادنا صحتين وعافيه. وبنتخلص من كل القشر طبعا اللي احنا قشرناه دوت. ونبتدي نقطع الشرايح دي لمكعبات صغيره. كل الشرايح بنقطعها مكعبات صغيره ونحطها في شفشق الخلاط زي ما احنا شايفين مع بعض. تنزلي بكمية اللبن بقى اللي انت عايزاها. طبعا سكر الاول، عايزة تعملي بعسل ابيض ماشي مش مشكلة، على حسب الاذواق وعلى حسب ما يناسبك. اللبن يا جماعة لازم طبعا نكون مسقعينه في التلاجة شوية، مسقعينه كتير كمان. لو هتشربي دلوقتي حالا يبقى سقعيه فترة طويلة زي ما انت عايزة. لسه بقى هتركنيه في التلاجة يعني عادي مش مشكلة. تمام، وبنضرب طبعا في الخلاط زي ما انتوا شايفين. من احنا بقى في اول الموسم فالكنتالوب لسه ايه، كنتالوب لسه شويه يعني شديد عاصي شويه. على قد ما تقدري تضربيه في الخلاط فتره طويله، يعني مثلا من 3 دقايق ل5 دقايق. ليه من 3 دقايق ل5 دقايق؟ عشان ما يبقاش فيه حبيبات كتير وما يبقاش فيه حبيبات تخينه شويه وتتعبك في المصفى وانت بتصفي. تمام، ان هو طبعا لازم يتصفى.
زي ما احنا شايفين مع بعض بالمصفى كده ونصفيه، ما بياخدش وقت. الحبيبات طبعا بتقف في المصفى من فوق. صفيه كويس قوي. في المرحلة دي بقى بتبتدي تحضري كوباياتك بقى، تحضري كاساتك، الصينية والتلج بسم الله ما شاء الله. لو هتشربي طبعا دلوقتي حالا زي ما اتفقنا في اول الفيديو مكعبات تلج بقى، وتقدمي بطريقة حلوة كده شيك وجميلة للولاد، يفرحوا بيكي ويفرحوا بحاجتك. شايفين بقى الجمال والحلاوة والشياكة. طبعا الاولاد بيحبوا الحاجات دي، واكتر حاجة بيحبوها التلج. هاتي انتي بس تلج كده قدامهم، ولو حطيتيه في مية هيشربوها. بسم الله ما شاء الله. شايفين طبعا اللون الجميل ده. اللبن بيغير لون الكنتالوب، طبعا بيديله لون فاتح وجميل كده. حاجة هتشد انتباه الاولاد. ايه يا ماما ده؟ هما مش مصدقين طبعا ان ده كنتالوب. وبألف ألف هنا على قلبك يا جميل. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.